سلطة كنداكا سمسمية حارة من أحلى السلطات، والدي رحمه الله كان طوال يعملها لكن ما كانت مشهورة في السودان. وتعالوا نحوريكم السر السلطة دي. أول حاجة بجيب ملعقة كبيرة من سمسم القضارف السوداني، بحمصه لحد ما يكون لونه كده الذهبي، وبعد كده بطفي النار وبديها نص ملعقة صغيرة من حبة البركة السوداء وبخده على جنب. طبعا لازم أقطع البصل، هنا بفضل البصل الأحمر عشان طعمه ما بكون يعني قوي زي البصل الأبيض. طماطماية كبيرة وقطعتها أحجام كده متوسطة، فلفل أخضر وكتره أو تقلله، والشطة الخضراء يعني لازم تكون فيها حارة، شطة خضراء. خطيت 3 شطة خضراء، ممكن تزودوا برضو. أما بقى السر هنا في الأبيض اللي هو طبعا الجبنة البيضاء السودانية، لازم تحصر عليها ليمونة كاملة، ودي أهم حاجة بتديها الطعم المميز. وبعد كده طبعا من البهارات السرية خليط من الفلفل الأسود والأحمر والأبيض والملح يعني على ذوقكم، ولازم يعني الشطة الحمراء المجففة. وأهم حاجة هنا الطعم المميز، زيت السمسم السوداني زاكي، وبتنهيها بالسمسم وكمان الحبة البركة. واكتبوا لي في التعليقات معنى كنداكا شنو، وهل دي سلطة كنداكا سمسمية حارة؟